يا جماعة ألفريد اتريق عليا عشان سبايدر مان مديون ليه وهربان وما ردش ليه الفلوس. بس لأ، هما مش بيقولوا عليا أعظم محقق في العالم من فراغ. أنا هعرف أجيبه. كل خيط، كل دليل بيقول إنه مستخبى في جوثام. يبقى جه الوقت اللي نزور فيه سبايدر مان. نزلت برا المنطقة الخطرة في جوثام. الجو رطب والنفس تقيل، جو جوثام الكلاسيكي. هركب أجهزة استشعار حركة وهتعمل مسح حراري. لو سبايدر مان هنا مش هيعرف يستخبى كتير. هراقب المنطقة من الجو، تصوير حراري ورؤية ليلية. لو في أي حاجة هنا هشوفها. الكاميرات اتثبتت، الدرونز في الجو. كل اللي فاضل دلوقتي إن أقعد جنب النار مستني الفرج. الصبح جه وأنا شبه متأكد إن كان في صوت نفس جنب الخيمة بتاعتي على الساعة 3 الفجر. ممكن يكون كان سبايدر مان. تخييم الغابات حاجة حلوة للنفسية، بس بيكسر الظهر. لازم تعمل إطالات دايما. انت ما تعرفش اليوم مخبيلك ايه. 987 مفيش شيم، مفيش مشكله. 988 الاسكواد بيحرك الدوره الدمويه وبيخلي العقل مصحصح. ألفريد هو اللي عامل لي الساندوتش ده، بيفكرني بالساندوتشات اللي ابويا وامي عمرهم ما جات لهم فرصه يعملوها لي. نرجع للتركيز. الدرون لقطت حركه على بعد كام كيلو ناحيه الغرب، في ممر للمشي قريب من هنا. خلاص عرفت طريقك يا سبايدر مان. الدرون لقطت بصمة حرارية بتاعت إنسان. أول خطوة ندور على آثار سبايدر مان هنا في الغابة. أنا قربت أوصله. الأثر لسه جديد، من أقل من ساعة ويمكن أقل من دي لسه دافية، وأنا بكره إني عرفت معلومة زي دي. اللي ساب القسر ده قريب. لازم نفضل هاديين، هاديين خالص. آخر حاجة عايزينها إنه يخاف ويهرب قبل ما نشوفه بعينينا. اهو هناك. كل اللي محتاجه دلوقتي هو امسكه، والا ألفريد هيرجع يتريق عليا تاني. لقينا المنطقة اللي بيتحرك فيها. دلوقتي محتاجين خطة بهدوء وبذكاء. احنا مش بنطارد سبايدر مان، احنا هنمسكه. قضيت الليله اللي فاتت بجهز فخ شبكه على الطريقه القديمه، حطيته فوق المنطقه المستهدفه بالظبط. ودلوقتي سبايدر مان وقع في الفخ. بكرر تاني، سبايدر مان وقع في الفخ. انت اللي عملت فيا كده. ايه يا عم الهبل ده؟ أنا آسف يا صاحبي، بس كان لازم أمسكك. خلاص حصل خير يا صاحبي، بس يعني انك تعمل فخ لحد مش احسن طريقة. أنا عايز أصالحك، بس قول لي إزاي. معاك ساندوتش ولا حاجة؟ وبكده اتصالحنا واتفقنا. يرجع اللي عليه، وانتوا ما تنسوش اللايك والشير. سلام.